شكرا من أعماق قلبي للمملكة المغربية وللشعب المغرب لوقوفهم بجنب الثورة السورية. كل الحب والاحترام من ثوار سوريا للشعب المغربي، والله العظيم أنهم يستحقوا الاحترام ويستحقوا الشكر. دعواتكم لأخواتنا المجاهدين، تحياتي لأهل المغرب. يعني سيادة الرئيس، صحيح، للشعب الجزائري الذي دائما معكم كان والآن سيكون معكم دائما مستقبلا. نحن من الجيل الذي تربى في المدارس في المنهاج الرسمي السوري على الجزائر بلد المليون شهيد، هذا ما نعرفه عن الجزائر. وتربينا على النساء السوريات الذين قمنا ببيع المصاغ وكل الأشياء الأخرى لكي يرسلوا مساعدات للجزائر. فالجزائر هي في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال القادمة. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره تجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة. شكرا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ، شكرا. الآن نحن في وسط دمشق، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم، لا إله إلا الله. راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق انت سوري حر. هلا فينا نقول صباح الخير، صباح الخير لسوريا اجمع، صباح الخير للشعب السوري. ادعو فجر الحريه. إدارة العمليات العسكرية اليوم تعلن عن إسقاط النظام السوري بكل المحافظات السورية بعد السيطرة على دمشق، وأيضا تعلن عن مكافأة وقدرها 10 ملايين دولار لمن يتلي عن معلومات عن بشار الأسد بعد هروبه من قصره ومن دمشق. صباح الخير للسوريين. 50 سنة ظلم في سوريا، 14 سنة وهالأرض محرومين من أهاليها، بتهزونا أصواتنا، ولكن هي الفرحة اللي منتظرينها اللي فقدنا فيها زهرة شبابنا. مبارك للسوريين جميعا، مبارك للجميع. بندوسهم بيت الأسد، بندوسهم 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 بيت الأسد، بندوسهم يا ماهر يا نعيمي، يا ماهر يا نعيمي، وبسيفك تقطع رؤوسهم، وبسيفك تقطع رؤوسهم، بندوسهم بندوسهم بيت الأسد. عاش الملك، عاش الملك، نبي أقول لك الملك. باسمي وباسم كل أحرار سوريا كل الحب والشكر والثناء لأبناء الجالية المغربية في بلجيكا، الشعب المغربي الكريم. ثالث يوم تحرير حلب، وصلت المساعدات المغربية من الجالية المغربية في بلجيكا. ما شاء الله عليكم، كل الحب والاحترام. والله الشعب المغربي كما عهدناه وجدناه. كل الحب. ديما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبشركم إخواني أن إخوانكم المجاهدون الثوار قد بدأوا بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما. أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه، بل فتحا كله رحمة ومودة، والحمد لله رب العالمين. تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام. إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالإخوة المجاهدين والمواطنين
والحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة. عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم.